ما تيجوا نعمل سجق في البيت، خصوصا للي مش بيلاقي سجق كويس وكمان اضمن. هنحتاج نص كيلو لحمه من السن، عليهم معلقه كبيره بهارات كيجن هكتبها لكم، ومعلقه صغيره ملح، واربع فصوص توم، ونخلطهم كويس وكده السجق الشرقي جاهز. وعلى ملح وفلفل وكزبره وبابريكا وكركم وجنزبيل وبصل وتوم باودر. واضيف نص كوبايه ميه واقلبهم كويس، واضيفهم على نص كيلو لحمه وفلفل رومي احمر مشوي ومفروم، ونخلطهم مع بعض وكده المرجاز المغربي جاهز. وللخلطه الايطالي هضيف ربع كوبايه بسطرمه مفرومه واربع فصوص ثوم، وبرده فلفل مشوي مفروم، وملح وفلفل وبابريكا ومعلقه كبيره من البهارات الايطاليه. نخلطهم كويس وكده خلصنا. نقدر بقى نشكلهم كده على شكل سجق وندهنهم زيت من ناحيتين ونغطيهم وندخلهم الفريزر لحد ما يجمدوا. بعد كده نحفظهم في اكياس، وممكن كمان على شكل كور زي كده. بس الصح ان احنا هنجيب حاجه اسمها هنك من الجزار وننقعها شويه في الميه. بعد كده نجيب طرف الهنك ونركبه في القمع او الجزء المخصص للسجق في المفرمه، ونسحب كده الهنك كله عليه، بس نسيب حوالي 10 سم في الاخر. ودلوقتي نبدا نحشيه بتتبيلات اللحمه اللي عملناها، ونحتفظ بيه بالشكل ده، او نضغط عليه من النص ونلفهم على بعض وندخل طرف جوه كده عشان يبقى بالشكل ده. وبس كده، وده الشكل النهائي، والطعم حدوته، وبألف هنا.